كل فترة، أنا بقول قصيرة يعني، يغيروا مدرب في الزمالك. والظاهر دي سمة من سمات الدوري المصري، يعني إنه مش بس الزمالك اللي كل شوية يتغير المدرب، ناس كتير تانية يعني. وآخر فضيحة حصلت كانت مدرب الأهلي اللي اتغير بإزازة مية في دماغه، ومحدش عارف هو استقال ولا هو أقيل لغاية النهاردة، لأن الأخبار طبعا مش هتقول يعني. إنما خلينا في الزمالك، عشان في ناس بتزعل إن أنا بتكلم على الأهلي. الزمالك موضوع يحير قوي يعني الراجل اللي مشوه اللي هو جوميز، وراح السعودية وعمل نتائج هايلة وحسن الفرقة اللي هو راحها. يعني في ناس عارفة التفاصيل. خليني أقول لكم بسرعة كده السبب الحقيقي لارتباك النوادي أو الإدارات مع المدرب وتغيير المدرب بسرعة أو بطريقة سريعة. السبب الأساسي هو سوء الاختيار من البداية. يعني لو في حد عنده رشد كافي إنه هو يعرف يختار مدرب، يبقى كويس قوي البداية إنه مختار مدرب صح لفريقه، والمدرب ده يستمر. لأنه كل ما المدرب يستمر، كل ما يفهم اللعيبة واللعيبة تفهمه، ويفهم النادي ويفهم جمهور النادي ويفهم تاريخ النادي ويتفاعل معاه. وطول ما هو بياخد راتبه ومرتاح ماديا وفي المعيشة بتاعته، هيستمر وهيقعد سنين، وبالتالي يحقق نتائج وبطولات. في أمثلة على الكلام اللي أنا بقوله ده في فرق أخرى بعيدة عن الدوري المصري، يعني في انجلترا، في ايطاليا، في كده يعني. المدرب قعد 20 سنة. يعني المدرب حاجة مستمرة ومستقرة. احنا عندنا الإدارة بتاعتنا كانت عاملة زي الفشار، زي البوب كورن، زي الفشار اللي هي أيام مرتضى. كل شوية خلاف مع حد، محاولة التدخل، وبعدين الخلاف، وبعدين خلافات شخصية تطير المدرب الكويس وتضر بمصلحة النادي. وكمان حصلت مع اللعيبة، يعني مصالح شخصية، خلافات شخصية، مزاج، أهواء، ده مش عاجبني، ده مش عارف ايه. ومع المدرب يعني لما المدرب ينجح قوي هم يزعلوا قوي. ما اعرفش ايه